السلام عليكم، عسلامة الناس الكل ومرحبا بكم معايا في فيديو جديد. ان شاء الله يا رب تكونوا الكلكم بخير وبصحة جيدة. وصفتنا ان شاء الله اليوم باش تكون وصفة خبزة البرقدين الزمنية. خبزة جات بنينة 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 ما شاء الله، ريحتها فايحة، وصفة ناجحة نعتمدها منذ سنين. اليوم باش نعمل معاها صوص بالعصير البرتقال، يجي بنين على الاخر. باش نعملوا كيما النباج هكا من الفوق باش ندهن بيه الخبزه بعد ما تخرج. شفتوا كيفاش تلمع لهنا، هذاك السر تاع اللمعه. وزيد تنجموا وقت اللي تقصوا الابراج من بعد تقصوها ابراج الخبزه ترافقوه معها كيما توا تشوفوا فيه. هذا صوص بنين بنين على الاخر وفيسا فيسا يحضر. خليكم معايا شوفوا تفاصيل الكل في الفيديو. لهنا بالنسبه للمقادير نبداو. اول حاجه عندي لهنا 300 غرام فرينه، عندي 140 غرام سكر لهنا الحلاوه جات ممتازه، وعندي زيت نتاع زوز برتقانات والا 3. المهم وقت تاخذوا الزيت ما تاخذوش الابيض هذاك، جوست البرتقالي فقط. 3 كعبات عظم، 3 بيضات يكونوا في درجه حراره الغرفه بالطبيعه، 75 مليلتر زيت نباتي، عندي لهنا 12 غرام خميره كيميائيه، وعندي لهنا 150 مليلتر عصير برتقال. هنا العصير تاع البرتقال عصير طبيعي بالطبيعه. بالنسبه لطريقه التحضير سهله على الاخر. هنا اول حاجه باش ناخذ كميه السكر اللي عندي هذيك، قلنا 140 غرام سكر، باش نحط عليها الزيت نتاع البرتقال هذاك، بشر البرتقال، وباش نحاول ندخلو ونفركو بالكدا بالكدا فك السكر هذاك. السكر يولي ريحته فايحه بالبرتقال. الخطوه هذه تعطينا نتيجه ممتازه، من بعد تجي خبزه البرتقال فايحه 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 على الاخر وبنينه كما تشوفوا فيا لهنا. دخلته مليح 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 هكا بسباتول، ولا تنجموا تفركوه بيديكم. شفتوا لهنا السكر ولا كله مغلف بك الزيت نتاع البرتقال. توا باش نحطوا 3 بيضات، قلنا بالطبيعه لهنا البيض يكون في درجه حراره الغرفه باش يطلع مليح، ونخدموه هكايا بالباتور، نخدموه بالخلاط الكهربائي حتى لين يتضاعف الحجم نتاعو ويتبدل لونه. شوفوا لهنا خليط البيض كيفاش ولا، يعني تحسوه ضاعف الحجم نتاعو ولا افتح اللون نتاعو ولا فاتح. دخلنا فيه كميه نتاع هواء باهي، هذاك باش يعطينا بعض الخفه نتاع الخبزه نتاعنا. توا باش نصبوا كميه الزيت اللي عندنا، باش نصبوها بشويه بشويه ونكملوا نخلطوا، ما نقفوش على التحريك. الطريقه هذه تمكننا انه الزيت يندمج بالكدا بالكدا في خليط البيض من غير ما يقعد منفصل على الخليط الاخر. يعني كي تقولش علينا لهنا باش نخدموا مايونيز، دخلوا كميه الزيت بشويه بشويه في الخليط من غير ما يهبط، من غير ما يطيح الهواء هذاك اللي دخلناه الكل. شفتوا لهنا حطيتها بشويه بشويه وكملت خلط. بعد ما نكملوا الكميه الكل نخلطوا شويه اخر، شفتوا كيفاش لهنا، ومن بعد نزيدوا كميه عصير البرقدان. عصير البرقدان لهنا قلنا 150 مليلتر، باش نزيدها الكل مع بعضها، مش نزيدها على خطوات، نزيدها الكل مع بعضها، نخلط شويه اخر، ومن بعد نكمل كميه النواشف. هي طريقه التحضير نتاعها سهله على الاخر، اما الخطوات هذوما تبعوهم باش تنجحوا فيها من اول مره بقدره ربي. لهنا الفرينه راهو ضروري جدا انه نغربلوها في اي يعني نوع نتاع كيك، ماذا بينا نغربلوها اخر وقت. الفرينه لهنا باش نحط كميه الفرينه الكل مع بعضها، ومعاها الخميره، ما تنسيوش الخميره الكيميائيه. انا لهنا نخدم في الاثناء راهو الفور قاعد يسخن على 180 درجه، يعني وقت اللي جيت باش نبدا نخدم الكيك حطيته يسخن باش كي نكمل الكيك نتاعي ولا خبزه البرقدان ندخلها طول الطيب تلقى الفور ديجا سخن. لهنا بعد ما نكمل نغربل كميه الفرينه الكل والخميره، قلنا حاطين الخميره والفرينه باش نخلطهم هكا شويه بالخلاط الكهربائي من الاول، ما نخدموش باش ما تطيرش عليا الفرينه، ومن بعد نحاول ندخلوا. لهنا العمليه لازم تكون فيسا فيسا، من نبالغوش برشا في عمليه الخفق، ونكملوا بعد بالاحراف هذوك نكملوا نهبطوهم بسباتول ندخلوهم في الخليط. باهي لهنا نقطه مهمه برشا، كميه الفرينه. كميه الفرينه انا لهنا خذيت لي 300 غرام فرينه، يعني لهنا ساعات تجي فرينه نوعيه تشرب ونوعيه ما تشربش، على ذاك لهنا لازمكم تتعلموا قوام الكيك الصحيح، يعني كيفاش لازم يكون الخليط عاقد سائل كيفاش بالضبط. لهنا تشوفوني تو باش نوريكم كيفاش لازم يكون، باش نكمل كيما قلت لكم نهبطوا الاحراف هذوكم بالكدا بالكدا. وخليط الكيك اللي لو كان تشوفوه عاقد اكثر من هكا،
عاقد اكثر من هكا تزيدوه شويه لهنا عصير برقدين. شفتوا لهنا ممتاز الخليط كي نكتب بيه، شفتوا رقم هكا 8 يقعد ظاهر ما يختفيش فيسا فيسا. لو كان تلقاو عاقد اكثر من هكا تزيدوه شويه عصير برقدين، وكان اجرى من هكا تزيدوه شويه فرينه تاع مغرفه هكا. هاو لهنا خديت قالب هذا ظهر لي نتاع 24 سنتيمتر، هذا 24 سنتيمتر دهنته بالكدا بالكدا بالزبده، وبعد رشيته بالفرينه باش الخبزه من بعد تخرج لي فاسيلمون ما تلصقليش. وبعد رشيته هكا بشويه جلجلين، نحب انا خبزه البرقدين تبدا بالجلجلين. ودخلت الطيب في فور سخون على 180 درجة، قعدت لي تقريبا من 40 إلى 45 دقيقة. حسيلو انتوما هاكا كل واحد هو الفور نتاعو، ما تحلوش عليها من الاول للنص ساعة الأولانية، ما تحلوش عليها الفور جملة. باهي خليتها طيب ومشيت عديت لهنا حضرت الصوص نتاع البرقدين اللي قلت لكم باش ندهنوا به بعد الخبزة من الفوق. نحتاجوا 120 مليلتر عصير برقدين، 5 جرامات نشا، زيت نتاع كعبة برقدين. ولهنا كميه السكر من الاول حطيت 20 غرام سكر، اما من بعد وقت اللي ذقته لقيته حامض برشا البرقدين، زدت شويه سكر، خذيلي لهنا 25 غرام سكر. هاكا انتوما كي تخدموها الصوص هذيا قبل ما تحطوها على النار ذوقوا الحلاوه نتاعها باهيه والا لا، على خاطر ساعات البرقدين يجي يعني حلو بطبيعته ما يستحقش كميه كبيره نتاع سكر. لهنا نخلطوا كل شيء بارد في بارد، تعرفوا اللي نشا يتحل في البارد، ومن بعد ما نتاكدوا اللي نشا تحل بالكدا بالكدا نهزوا الصوص هذيك نحطوها على النار ونقعدوا ديما نحركوا فيها حتى لين تطيب. شفتوا لهنايكا النشا قعد محبب شويه، دونك حركوا بالكدا، ماذا بيكم تحركوا بالفوي مش بمغرفه بالفوي. وبعد حطيته لهنا على النار وقعدت نحرك فيه حتى لين طاب. كيفاش نعرفوا اللي هو طاب؟ بالطبيعه لهنا يعقد ويبقبق، يغلي معناتها يبقبق. الصوص هذيا بنين على الاخر، زاد بنن الخبزه نتاع البرقدان، بالحق زاد بننها على الاخر. شفتوا لهنا عقاد ماهوش عاقد برشا هو، وماهوش جاري زاده. لهنا بعد ما بقبق سيي باش نحيه من على النار، ومن بعد نصفيه على خاطر ديجا فيه هاك الزيت نتاع لورانج هذاك، باش نصفيه باش يقعد يعني كيما النباج. هذا كيما النباج، بعد خليوه يبرد كي يطيب بعد خبز البرقدان ندهنوا لها وجهها يقعد يلمع ما شاء الله ويزيدها بنه. لهنا كملت صفيته، شوفوا القوام نتاعو كيفاش، لهنا مازال دافي شويه راهو هكا القوام نتاعو، باش يزيد بعد كي يبرد يعقد شويه على هذا هكا. هو لهنا خليته يبرد ومشيت فقدت خبز البرقدان لهنا، لقيتها طابت ما شاء الله. بالطبيعه لهنا كل جاتو باش نعرفوه طاب والا لا نحطوا فيه هكا عود خشبي، اذا خرج شايح ناشف يعني الخبزه نتاعنا طابت. شوفوا ما شاء الله لهنا كيفاش حمارت، ريحتها فايحه ما شاء الله، يعني الدار الكل ولات ريحتها بخبزه البرقدان. لهنا بعد ما طابت خليتها تبرد شويه، هديت شويه وباش نحيها كمان المول. شفتوا كيفاش لهنا فيسا فيسا اتنحات على خاطر المول دهنته مليح مليح بالزبده ورشيته بالفرينه. قلبتها لهنا شوفوا كيفاش طريه، مازالت سخونه لهنا راهو مازالت سخونه شويه يعني طريه 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 على الاخر وفايحه بنينه على الاخر. لهنا باش نقلبها انا على وجهها الاخر خاطر حطيت فيه جلجلان. هو حتى الوجه هذايا محلاه، اما هذايا خير يعجبني. شوف ما شاء الله لهنا خليتها تبرد شويه ومن بعد دهنتها بالناباج هذاك الصوص اللي عملته. خليوها تبرد شويه باش الخبز البرقدان من داخل ما تشربش شكل الناباج اللي نحطوه، خاطر كان باش نحطوه هي سخونه على الاخر باش تشربوا. شفتوا لهنا القوام الصوص بعد ما برد بخازك قعد هو بيدو ماهوش يعني ما قعدش برشا فهمت. باش ندهن بيه الخبزه من الفوق تولي تلمع على الاخر، وزيد يعطيها بنه كيما قلت لكم بنينه على الاخر ما شاء الله. بالحق نتمنى انكم تجربوها الخبز البرقدان عاد بالطريقه هذه، وتقولوا لي رايكم في التعليق كان جربتوها.
هذه هي خبزة البورقدين. شوفوا ما شاء الله منظرها جاي روعة، وقد ما منظرها يشاهي بنينة بنينة ما شاء الله. نقول لكم سامحوني اللي شهيتكم، بالحق شهيتكم في الجنة، أما بالحق نتمنى إنكم تجربوها على خاطرها بنينة بنينة على الآخر. هاكم شفتوا سهلة وتحضر فيسا فيسا، يعني ما تتطلبش وقت كبير. لهنا باش نقص لكم شوية تشوفوها من داخل جات مهوية منقبة تقوش عليها، يعني عملنا جينواز، جات ما شاء الله خفيفة وبنينة بنينة على الآخر. شوفوا ما شاء الله حتى من لونها شفتوا كيفاش يعني برتقالي، على خاطر حطينا زيت دورانج وخدمناه مليح مليح. شفتوا ظاهر ديجا. شوفوا لهنا باش نزيدها شويه صوص صوص هذاك اللي خدمناه. وما شاء الله ان شاء الله يا ربي تجربوها، ان شاء الله تعجبكم الوصفه. وانا تو مبقى لي كان باش نقول لكم في امان الله، وان شاء الله نتلقى بكم في فيديو اخر.